السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة تم تحديث الأداتين الخاصين بينا. طبعا قبل أي حاجة لازم تكون عارف إنك لو فعلت بتفعل أداتين مش أداة واحدة، الاتنين مكملين لبعض. في حاجات مدعومة هنا وفي حاجات مدعومة هنا، في هنا أحدث حمايات وفي هنا أحدث حمايات لمعالجات. طيب تعالوا مع بعض كده. الفيديو ده عاملينه علشان الناس تعرف تسجل في الأداة وإزاي تقدر تشترك بطريقة سهلة جدا، وكمان نوضح كذا ميزة كده موجودة في الأداة بتاعتنا. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح. أهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية، والنهاردة هنتعرف على الأداتين بتوعنا. يعني حضرتك لما تفعل معانا بتاخد الأداتين دول بنفس التفعيل مدى الحياة، وده لفترة محدودة جدا. يعني التفعيل هنا هيكون مدى الحياة لفترة محدودة جدا، ودي آخر مرة هنتكلم في الفترة والعروض اللي بنعملها كل مرة، لأن في تحديث قوي جدا شغالين عليه دلوقتي. الفترة اللي جاية هتلاقوا مفاجآت كبيرة جدا في الأداء، وبعض المميزات مش موجودة في بوكسات كبيرة جدا. طيب تعالوا نفهم مع بعض ايه اللي هيحصل بالظبط. مبدئيا أول حاجة معانا خالص هو موقع الأداء. ده الموقع الخاص بالأداة بتاعتنا. طبعا كان عندنا موقع قبل كده باسم samafone.com، دلوقتي غيرنا الموقع لاسم الأداة نفسه علشان الناس تكون فاهمة، بس الناس اللي معانا. طيب لو انت مشترك جديد، ايه هي الخطوات اللي انت المفروض تعملها علشان تقدر تسجل وتحمل وتثبت الأداء؟ الخطوات كالتالي. أول حاجة خالص بنزل في الموقع تحت خالص زي ما حضراتكم شايفين في نهاية الموقع، هلاقي عندي SK Unlocker فيرجن 8.6، وده أحدث إصدار من النسخة دي. تحتها على طول داونلود SK Unlocker فيرجن 11. يبقى اللي هيحصل ايه؟ هتحمل دي وهتحمل دي، تمام، وهنحمل البوت اللي في النهاية خالص ده. طيب بعد ما تحمل الكلام ده كله هنقوم رايحين على الديسكتوب، هتلاقي ملفات زي دي بالظبط. طبعا انا فكيت عنها الضغط، انت هتفك الضغط عنها هتكون بالشكل ده بالظبط. ده فيرجن 11 وده فيرجن 8.6. الموضوع سهل جدا. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انت بتثبت تثبيت عادي خالص، تثبيت مفيش فيه اي مشاكل ولا اي حاجه، زي اي برنامج في الدنيا. كل اللي بتعمله بتفتح الواجهه وتضغط نيكست نيكست لغايه نهايه التثبيت. مفيش موضوع صعب فيها خالص، بتثبت الاداتين بالشكل ده. طيب اول حاجه طبعا بتفتح معاك الاداه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بالظبط ده. طيب انت مش مسجل، يعني انت مش مسجل، فعايز تسجل في الاداه علشان نبدا نفعل لك الحساب بتاعك، وبعد كده تقدر تستخدم الاداه بشكل طبيعي. طيب تسجل ازاي؟ عندك اكتر من طريقه. عندك كلمه ريجستير اكونت اللي هي دي لو الناس شايفاها، ريجستير اكونت، تسجيل حساب جديد. هيبدا يفتح لي واجهه التسجيل زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. طيب هنا بتسجل بياناتك بشكل طبيعي جدا، اليوزر نيم، الايميل، كلمة السر مرتين، وبعد كده الهاردوير اي دي، ودي مهمة جدا جدا. الهاردوير اي دي ده اجيبه منين؟ هتروح على الأداة نفسها وهتلاقي ايقونة النسخ دي اللي هو الاي دي اللي موجود عندك تحت ده. هتضغط على النسخ، هيقول لك تم النسخ. هتبدأ ترجع للموقع تاني وتيجي على هاردوير اي دي وتعمل بسط. يبقى انت كده جبت الهاردوير اي دي الخاص بيك انت علشان تقدر تكمل عملية التسجيل بدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء. طيب يبقى احنا كتبنا اليوزر نيم، كتبنا الايميل الخاص بينا، كتبنا الباسورد بتاعنا مرتين. بعد كده بتنقل الكباتشة من الصورة في المربع ده، وبعد كده تضغط اد، هيقول لك تم الاضافة بنجاح. طيب لما يتم الإضافة بنجاح إيه اللي بتعمله بعد كده؟ بتبدأ تراسل الواتس ده، تمام؟ ده الواتس الخاص بيا، تقدر تكلمني من خلاله. حتى لو أنت في بلد تانية هقدر أوجهك للوكيل الخاص بيك بتاع الدولة. حتى لو حضرتك موجود في دولة غير الدولة بتاعتي، هتلاقي لينا وكلاء في كل الدول العربية الحمد لله. هقدر أوجهك على الوكيل الخاص بالدولة بتاعتك، وبيتم تفعيل الحساب خلال لحظات بسيطة جدا. طيب بعد ما بنفعل الحساب هتعمل لوج ان، دي الأداة الأولى عشان نبقى عارفين. هتبدأ تفتح معانا الأداة زي ما حضراتكم شايفين على واجهة سامسونج.
طيب هننزل الأداة دي 5 ونرجع للأداة بتاعتنا التانية. هنقفل دي خالص كده ونفتحها من البداية. هنبدأ نفتح SK فيرجن 11 زي ما حضراتكم شايفين، بنفتح فيرجن 11. خلال لحظات بسيطة جدا بيتم فتح الأداة معانا زي ما حضراتكم شايفين، وهنلاحظ نفس الخطوات. هنا عندنا نسخ الاي دي لو عايز تسجل، عندك هنا كل مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا، وهنا طبعا رابط القناة بتاعتنا اللي بينزل فيها كل التحديثات وكل الشروحات العملي المسؤولة عن الأداة بتاعتنا. تمام. فهنا تقدر توصل او تتابع المنصات دي، لان المنصات دي هتعرفك الاداة شغالة في ايه ودعم ايه وايه هي العمليات المدعومة في الاداة. طيب هتلاقي هنا طبعا نفس طريقة التسجيل، مفيش اي اختلاف، التسجيل واحد. يعني لو انت سجلت في اداة واحدة خلاص انت التانية هتفتح معاك بدون اي اخطاء وبدون اي مشاكل، مش هتحتاج تسجل تاني. فالتسجيل هنا مرة واحدة بس على اي اداة فيهم تعجبك، لان السيرفر واحد وكل حاجة مرتبطة ببعضها. تمام. هنعمل لوج ان زي ما حضراتكم شايفين علشان نبدأ نتعرف على الأداة ونتكلم عنها شوية والناس تفهم الدنيا ماشية ازاي. مبدئيا قبل أي حاجة هيتم عمل فيديو خاص بسامسونج لوحدها، شرح كامل لأجهزة سامسونج، وبعد كده معالجات كوالكوم، وبعد كده ميديا تك، وبعد كده السبريد أو الاس بي دي، وطبعا ابل هنعمل له اكتر من شرح علشان الناس يكون ليها مرجع في القناة يقدروا يشوفوا ازاي يقدر يتعاملوا مع الاجهزة. لكن تعالوا نتكلم على واجهة او قائمة معانا في الاداة، قائمة قوية جدا جدا. طبعا دخلت على قائمة براند واخترت الاس بي دي. القائمة دي يا جماعة من اقوى القوائم الموجودة معانا، لان القائمة دي دعمت كل الحمايات الجديدة الخاصة بمعالجات الاس بي دي. والقائمة دي فيها كل حاجة خاصة بالاس بي دي، بمعنى فيها طبعا تنزيل سوفت وير كامل، تقدر تخرج لك من الفلاشة كمان ملف الاكس ام ال وملفات اللودر الخاصة بمعالج الاس بي دي. تمام. طب اخرجهم ازاي؟ بمجرد اختيارك الفلاشة من هنا، يعني حضرتك لما تختار الفلاشة من هنا بعدها على طول بيخرج لك ملف ال FDL1 وال FDL2 في مسار الفلاشة نفسها. يعني لو انت محتاج تجيب ملفات اللودر وملف ال XML لأي فلاشة SBD تقدر تجيبهم باختيارك فقط الفلاشة المناسبة للجهاز اللي معاك. يعني الفلاشة لو عندك بتختارها وشكرا، هي بتخرج لك ملف ال FDL1 وال FDL2 وبتحطهم لك في المسار بتاع الفلاشة نفسها اللي انت اخترت منه الفلاشة. ده بقى انا هيفيدوني في ايه؟ دول هيفيدوك ان انت ممكن تعمله على اي اداة تانية متاحة عندك. لو انت محتاج ال FDL1 في فورمات، في ازالة ال FRB، في اي عملية من العمليات المدعومة على الاداة، ده ملف البوت الخاص بالاجهزة. طيب ده بالنسبة لقائمة فلاش في الاس بي دي. قائمة دياج من القوائم القوية جدا جدا عندنا، لانها تقدر تتعامل مع وضع الدياج لجميع اجهزة الاس بي دي سواء زراير او تاتش، وتقدر تعمل فورمات. وكمان عندنا هنا تقدر تكتب سيريال لاجهزة الاس بي دي بشكل كامل وبشكل احترافي. طيب هتقدر تعمل الدخول لوضع الدياج، وبعدها تقدر تعمل ضبط مصنع، تقدر تعمل كل العمليات اللي انت محتاج تقوم بيها. وعندنا حاجة مهمة جدا لكل الناس اللي شغالة في السوفت وير، يا ريت بس كلنا نركز في الجزئية اللي جاية دي لانها مهمة جدا جدا. ملفات الاي تي كومنت، الملفات دي من اهم الملفات اللي ممكن تتعامل بيها على اجهزة الاس بي دي. طب زي ايه؟ زي مثلا امر الفورمات، زي امر ازاله الاف ار بي، عمليات كتير جدا، او امر تفعيل وضع الدياج. فالاوامر هنا هننزلها في جروب الواتساب الخاص بالمشتركين، كل الاوامر اللي تقدر تعمل لها سند او ارسال للجهاز علشان تنفذ امر معين. فلازم نكون عارفين ان الايقونه محطوطه ليها فايده وليها ميزه قويه جدا. فزي ما حضراتكم شايفين كده هتقدر تكتب سيريال اس بي دي، تقدر تنزل سوفت وير كامل للاس بي دي، تقدر تخرج ملفات البوت اللي هي الاف دي ال 1 والاف دي ال 2 الخاصه بمعالجات سبريت. طيب ده بالنسبه للقائمتين اللي في الاول. عندنا بعد كده انا قائمه
وان كليك اللي هي القائمة دي. والقائمة دي مميزة جدا جدا. ليه مميزة؟ لأنها دعمة الحمايات الجديدة. هتلاقي كل المعالجات نيو سيكيورتي، الحمايات الجديدة مدعومة بضغطة واحدة وبشكل بسيط جدا. طيب ايه الليلة الكبيرة اللي عندي دي؟ كل حاجة هنا ليها ميزة وليها طريقة في الشغل. طيب هي أجهزة الاس بي دي ازاي اقدر اوصلها على الكمبيوتر علشان ابدأ اشتغل عليها؟ بما اننا مثلا نتخيل ان احنا ما نعرفش حاجة خالص، كل اجهزة الام تي كي وكل اجهزة الاس بي دي بيوصلوا بالضغط على زرارين رفع الصوت وخفض الصوت والجهاز مقفول بعد ما تضغط على العملية. يعني مثلا ضغطت كده، اول ما قال لي ان هو مستني البورت يوصل انك توصل الموبايل، في اللحظة دي بضغط على زرار رفع الصوت وخفض الصوت وابدأ اوصل الجهاز بتاعي. تمام. اول ما يقرا معايا بشيل ايديا واسيب الجهاز مع نفسه لعند الاداة ما تخلص المهمة بتاعتها. ده بيتم لاجهزة الاس بي دي واجهزة الميديا تك، نفس الطريقة ونفس الاسلوب. الموضوع سهل مش صعب خالص. فهنا تعالوا نبص مع بعض كده على الأوامر اللي بيديها لنا. هنا هتلاقي قراءة معلومات الجهاز، وعندي أدي 1 2 3 4 5 6. الست حاجات دول لعمل فورمات وإزالة الاف ار بي لموديل واحد. بمعنى لو أنا اخترت مثلا ايتل اي 55 فكل العمليات دي متاحة ليا. طيب لو أنا اخترت واحد وما ظبطش التاني هيظبط، وبنسبة 100% أي واحد فيهم هيشتغل. لكن احنا عملنا حسابنا بسبب تغيير الحمايات فحطينا لك كل اوضاع الفورمات وازاله الاف ار بي. طيب لو انا عندي جهاز انا عامل له ضبط مصنع وعايز اشيل الاف ار بي، فهنا عندك اخر ايقونه خالص هنا وهي ارس اف ار بي اونلي، بمعنى ازاله حساب جوجل فقط. فتقدر تعمل كل العمليات لاي موديل موجود عندنا هنا بطريقه سهله جدا وطريقه بسيطه. وللعلم القائمه دي لسه هتكبر بشكل كبير جدا، ولازم الناس تكون عارفة ان الأجهزة اللي موجودة معانا في القائمة دي من أرخم الأجهزة اللي موجودة في السوق، وكمان أكتر أجهزة شائعة في السوفت وير. وكمان الفترة اللي جاية هيتم مضاعفة الأجهزة دي بشكل كبير جدا جدا. يعني احنا عندنا في القائمة دي 52 جهاز، وفي التحديث اللي جاي هيكونوا حوالي 150 جهاز بأمر الله. فزي ما حضراتكم شايفين تطور كبير جدا جدا في الاس بي دي. هنبدأ نقفل واجهة الاس بي دي، ويا رب يكون الناس فهمت الشرح بالطريقة دي لعند ما نجهز كذا جهاز كده ونبدأ نشرح علشان الناس تقدر تفهم بطريقة أوضح وأسهل. لكن خلونا متفقين يا جماعة، أجهزة الميديا تك وأجهزة الاس بي دي طريقة توصيلها على الكمبيوتر بعد الضغط على الأمر، الضغط على زرار رفع الصوت وخفض الصوت وتوصل الجهاز بتاعك. وطبعا لازم تكون متأكد من التعريفات بتاعتك علشان الجهاز يقرأ معاك بشكل سليم وبدون أي أخطاء. تعالوا مع بعض كده نروح على ام تي كي بيتا. وام تي كي بيتا من أقوى القوائم عندنا، لأن الام تي كي بيتا دعم حماية البري لودر، تقدر تدعم أجهزة كتير جدا وأجهزة حديثة جدا. وطبعا حاطط لك هنا أسماء المعالجات المدعومة معانا علشان تقدر تعرف هل الجهاز اللي معاك مدعوم ولا لا من قبل ما تشتغل على الجهاز اللي معاك. طبعا كل العمليات معروفة اللي هيتعمل، سواء عمل ضبط مصنع، سواء إزالة الاف ار بي، عمل ضبط مصنع من الريكفري، هتلاقي كل العمليات. حتى أجهزة شاومي إزالة حساب شاومي منها طبعا لأجهزة الميديا تك، وإزالة الاف ار بي، وعمل باك اب لملفات الان في رام، وعمل ارث او مسح لملفات الان في رام. طبعا عشان نكون موضحين الدنيا والامور تكون ماشيه مظبوطه، احنا عندنا هنا مع بعض كده في قائمه براند عندنا ميديا تك ميديا تك ميديا تك. طب عايزين نعرف ايه الفرق بين ميديا تك الاولانيه وميديا تك بيتا وميديا تك نيو وليله الميديا تك الكتير دي. ده تسلسل حمايات، بمعنى ان اول قائمه هنا القائمه دي خاصه بميديا تك الحمايات القديمه. تمام. ميديا تك بيتا حمايات الجديده. تمام. وطبعا مش كلها دي الاجهزه المدعومه بري لودر. تمام. هنا بقى عندنا في قائمه ام تي كي نيو هنلاقي قائمه جديده خالص، ودي طبعا للحمايات الجديده كلها زي ما حضراتكم شايفين. دي القائمه بتاعتنا. القائمه عباره عن ايه؟ عباره يا جماعه عن يونيفرسال واوبو وفيفو وانفينكس. طيب اللي فيها طيب تقدر دعم كل العمليات الحديثه
للمعالجات الحديثة المدعومة على الأدوات. تمام. طيب أقدر أعمل إيه؟ تقدر تعمل العمليات اللي أنت محتاجها: إزالة الاف ار بي وعمل ضبط مصنع في نفس العملية، أو إزالة الاف ار بي أو سيف فورمات اللي هو عمل ضبط مصنع آمن، وهيسيب لك الاستديو الصور والفيديوهات فقط. وتقدر تعمل إزالة لحساب شاومي بطريقة سهلة جدا. طيب إيه اللي معانا بعد كده، أو إيه الميزة اللي معانا بعد كده؟ إنك تقدر تكتب سيريال لأجهزة الفيفو بضغطة واحدة وبطريقة سهلة جدا من خلال الأداة بتاعتنا. طيب تقدر هنا تحول بين الموديلات. لو انت مثلا معاك جهاز يونيفرسال، يعني معنى يونيفرسال يعني جهاز غير اللي موجودين عندي هنا، يعني لو انت عندك جهاز مش موجود في دول، فاختار يونيفرسال وابدا اختار العمليه بتاعتك بشكل طبيعي جدا. وزي ما قلنا في الاس بي دي طريقه توصيل الجهاز انك بتقفل الجهاز باور خالص، بتختار العمليه مثلا بضغط ارس اف ار بي كده، بيقول لي هنا ويتنج بورت، انا مستني البورت توصله. في اللحظه دي بضغط على زرارين رافع الصوت وخافض الصوت وابدا اوصل الجهاز بتاعي. هلاحظ ان البرنامج بدا يشتغل معايا، واسيب الموبايل من ايدي خالص لعند ما ينتهي من العمليه. فالموضوع قوي جدا، الموضوع احترافي بشكل كبير جدا. بعد كده لو رحنا على ميديا تك اللي هي الحمايات القديمه، اول ما اضغط عليها بيظهر لي الشكل ده. طيب ايه اللي ممكن اعمله في الواجهه ميديا تك الاساسيه؟ هتروح على كلمه يونيفرسال دي، تضغط عليها بالشكل ده، هتلاقي كل العمليات اللي هي وان كليك. طيب زي ايه مثلا؟ قراءة معلومات الجهاز، فك حماية المعالج، اللوك للبوت لودر، وطبعا تقدر تاخد نسخة احتياطية من ملفات ال NV RAM. بعد كده طبعا ريلوك للبوت لودر وإزالة كل العمليات اللي ممكن تخطر على بالك في وان كليك موجودة في الأداة بأكتر من طريقة، وبأكتر من طريقة علشان ندعم كل الحمايات. تمام. الجميل والمميز بقى عندنا هنا انك تقدر تعمل ازاله لحمايه الام دي ام من اجهزه انفينكس واجهزه تكنو الحامله لمعالج ام تي كي بطريقه سهله جدا، بنفس الطريقه بتاعت الريدي انفو نفسه. يعني تقدر تضغط هنا وتوصل الجهاز سواء كان تكنو او انفينكس فقط. بعد ما نوصله بلحظات بسيطه جدا بتنتهي حمايه الام دي ام بشكل نهائي من الجهاز، وبدون اي اخطاء وبدون اي مشاكل بامر الله. ده بالنسبة لقائمة الميديا تك، وطبعا اتكلمنا عليها شوية، لكن الفترة اللي جاية بأمر الله هيتم عمل فيديو كامل شرح عملي على الميديا تك الثلاثة، ونجيب كذا حماية علشان نجرب مع بعض، وبعد كده نعمل الاس بي دي، وبعد كده كوالكوم. وكوالكوم طبعا اما ندخل فيه لازم نكون عارفين ملف الباك اب او البوت. بالنسبة لكوالكوم، كوالكوم ده يا جماعة سهل جدا. ازاي تقدر تحمل البوت وازاي تقدر تثبته؟ هنفتح الموقع بتاعنا، ولازم تتأكد ان انت على موقع SK اللوكر. تمام. بعدها احنا قلنا يا جماعة هنحمل البوت من هنا. بعد ما نحمل البوت من هنا ايه اللي بيحصل؟ بناخد طبعا البوت ملف مضغوط، بنفك الضغط عنه، هنبدأ هنا نروح على السي نفسها وندخل على السي. تمام. هندخل على السي من بره خالص مش من جوه. تمام. وطبعا الملف اللي احنا هنحمله بالموقع اللي هو ده بعد فك الضغط SK باك اب. طيب اخد بالي من ايه؟ ان انت لو فكيت الضغط من بره من ملف الوينر بيعمل لك ملفين. طب تعالوا كده نجرب مع بعض عشان الناس تفهم انا قصدي ايه. ملف الباك اب اهو، هناخد ملف الباك اب بره كده. تمام. لو فتحنا ملف الباك اب نفسه هنلاقي ان هو SK باك اب بس، وبعديها على طول كلمه تول. تمام. لو جينا هنا على ملف الاس كي باك اب وجينا نفك الضغط عنه كملف زي ما حضراتكم شايفين كده، نركز بقى في الجزئيه دي جدا، لان في ناس وقعت في المشكله دي وفكرت ان ما حلتش المشكله. بصوا بقى نركز. هنا الملف من بره اسمه اس كي باك اب. تمام. لو دخلت جوه هلاقي ملف تاني اسمه اس كي باك اب، كده غلط. تمام. كده الاداه ما هتشوفوش. تمام. الصح بتاعها ايه عشان يكون الموضوع كويس؟ انت هتفتح السي بالشكل ده. تمام. وهتيجي هنا على ملف الاس كي باك اب المضغوط وتفتحه بالشكل ده. تمام. والاتنين جنب بعض كده، واسحب ده وسيبه هنا، بس ما تعملش غير كده. فهنا هتيجي تدخل جوه الاس كي باك اب هتلاقي كلمه طول على طول، مش هتلاقي الاس كي متكرره. تمام. فالناس تاخد بالها من الجزئيه دي، لان دي عملت مشكله مع بعض اخواتنا المشتركين معانا في الاداء. تمام. فزي ما حضراتكم شايفين النهارده الفيديو ده توضيحي ازاي تقدر تثبت الاداه وازاي تقدر تفعلها،
وبعض المميزات بشكل نظري كده. الفترة اللي جاية هنجهز أجهزة كتير علشان خاطر نبدأ ننزل شروحات عملي كتير جدا الفترة اللي جاية. طبعا الأداة بتاعتنا التانية، فطبعا الأداة التانية زي ما حضراتكم شايفين فيرجن 8.6. الأداة دي بتتفاعل معاك بشكل تلقائي مع الأداة، يعني الباكت بتاخد الأداتين دول مع بعض زي ما حضراتكم شايفين مع بعض. فزي ما حضراتكم شايفين كده بناخد الأداتين مع بعض باكت واحد. فزي ما حضراتكم شايفين كده الأداتين بيتم تفعيلهم بتسجيل واحد ومن موقع واحد ومن خلال شخص واحد. زي ما حضراتكم شايفين المميز عندنا هنا في الأداة بتاعتنا التانية كيرن، وهتلاقي كل المعالجات مدعومة زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا كيرن 710 اف شغال ومتجرب، و710 العادي شغال. زي ما حضراتكم شايفين هتلاقي اكتر من فيرجن لحمايات كيرن. بعد كده هنلاقي طبعا ابل، وعملنا عليها فيديو عملي موجود على القناة، تقدر ترجع له وتشوف ازاي تقدر تشيل اي كلاود عن طريق الرام ديسك وتشغيل الشبكة سواء اي او اس 12 ل 15 او 16 فيما فوق. فزي ما حضراتكم شايفين الموضوع قوي جدا جدا. بالنسبة لابل في التحديث اللي جاي في مفاجأة كبيرة جدا جدا بالنسبة لابل وبالنسبة للاس بي دي. في مفاجآت قوية جدا الفترة اللي جاية هتكون حصريات ومنفردين بيها بإذن الله في شغلنا اللي جاي. طبعا مش هطول عليكم لان الفيديو بتاع النهاردة كان توضيح ازاي تقدر تسجل وتفعل وبعض المميزات السريعة اللي موجودة في الأداتين بتوعنا. فزي ما حضراتكم شايفين كده معانا الباكت بتاع التفعيل بتاعنا أداتين، الأداة الأولى اللي شفناها دلوقتي والأداة التانية الخاصة بينا. طيب ايه اللي هيحصل علشان الناس اللي مشتركة معانا تكون فاهمة الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ ابل بيتم عمل مشروع كامل خاص بيه هيكون قوي جدا جدا جدا. كيرن بيتم عمل اصلاحات فيه بشكل كبير جدا جدا الفترة اللي جاية، تمام. والاس بي دي هيكون فيه مفاجأة قوية جدا جدا لكل الناس. مش عايزين نتكلم على الحاجة اللي فيه علشان بس الناس ما تسألش عليها لغاية ما تخلص ويتم تجربتها بشكل كامل. هي الحمد لله 90% دلوقتي، فالموضوع قرب جدا. الموضوع كله اول ما التحديث اللي جاي هينزل هيتم ايقاف فيرجن 8 للابد، وهيتم استمرار اس كي اللوكر فيرجن 11 مع تحديثاته بقى الرقم اللي هيكون موجود. والاداة التانية هتقف خالص. هيكون قدرنا ننقل كل المعالجات في الاداة بالتحديثات بتاعتها سواء كيرن او ابل. وطبعا ابل في مفاجأة زي ما قلنا، والاس بي دي في مفاجأة قوية جدا جدا مش موجودة غير في بوكس او 2 فقط. فالحمد لله تم اضافتها في الاداة في الاصدار اللي احنا شغالين فيه الابديت اللي جاي. فقريب جدا هتكون المفاجأة. فبكده يا جماعة يكون وضحنا كل حاجة خاصة بالتفعيل وايه اللي هيتفعل وايه اللي هيحصل بعد كده، علشان من حق كل المشتركين معانا في الأداة يكونوا عارفين التسلسل الطبيعي للأداة. بكده النهاردة يكون قدرنا نوضح كل حاجة خاصة بالتسجيل والتفعيل وبعض المميزات اللي موجودة في الأداة بتاعتنا. قبل أي حاجة لازم أعرفكم خلال الفيديو ده تم نزول إصدار جديد من فيرجن 11، يعني الناس اللي حملت فيرجن 11 للأسف هتحمله تاني من على الموقع علشان كان في مشكلة في أجهزة سامسونج وتم حلها. فالناس اللي حملت فيرجن 11 قبل الفيديو ده حملوا فيرجن 11 تاني علشان في مفاجأة قوية جدا هيتم إعلانها بالنسبة للمشتركين معانا على الأداة على جروب الواتساب الخاص بيهم. بعد نزول الفيديو ده مباشرة هيتم إخبار كل مشتركين الأداة على جروب الواتساب بالميزة دي، وقريب جدا هنشوف تحديث قوي جدا جدا جدا. وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.